الجامعة الوطنية للقطاع العام. كما تعلمون أيها الأخوة والأخوات أن هذه الوقفة جاءت تضامنا مع أخوينا جمال أخلفي ومروان طابق العاملين بقضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسالة. وهذا التضامن نؤكد على المطلب فيه، نؤكد على المطلب الأساسي الذي طالبنا به وزارة العدل أثناء صياغة القانون الأساسي، أثناء صياغة النظام الأساسي. طالبنا بإدراج البن، أن يكون هناك بندا أساسيا، وهو الحماية القانونية لهيئة موظفي كتابة الضبط. ولكن بالتاريخ الوزارة آنذاك في شخص الكاتب العام لديدي آنذاك لم يريد أن يدرج هذا البن في القانون أو النظام الأساسي لهيئة موظفي كتابة الضبط لحاجة آنذاك في نفوسهم. فكان من الجامعة رغم الإغراءات التي أظهروها لنا بين قوسين مادية، كان من الجامعة أن ترفض التوقيع على هذا القانون الأساسي الذي يحكمنا الآن، لأن الحماية القانونية غير موجودة لأي موظف من الموظفين، بحيث في أي لحظة ممكن أن تنتقل من المكتب إلى السجن مباشرة. وإن هذا لظلم كبير، ونحن نعمل في ظلم كبير رغم أننا في المحاكم المغربية. أيها الإخوة والأخوات، هذه الوقفة نؤكد من أجل ودليل على أن الحماية القانونية أساسية لهيئة موظفي كتابة الضبط بطبيعة الحال الجانب المادي. هذا عار، هذا عار، في خطر. هذا عار، 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 هذا عار. ولا يفوتنا هنا أن نؤكد على أن القضاء العسكري أو المحاكم العسكرية هي منبوذة حقوقيا، فالجمعيات الحقوقية تطالب بإلغاء هذه المحاكم العسكرية. والدستور المغربي، روح الدستور المغربي يؤكد على إلغاء هذه المحاكم العسكرية، لكن للأسف نجد المدنيين يحاكمون في المحاكم العسكرية في إبان الطبيعي العربي وحقوق الإنسان والدستور المغربي الجديد. أيها الإخوة والأخوات، لا يفوت المكتب الإقليمي في هذه اللحظة أن يشير بالهبة التلقائية والدعم اللامشروط لمناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للقطاع العدل، بعيدا عن أي حسابات ضيقة أو حسابات نقابية سياسية، بعيدا عن كل شيء. هب مناضل ومناضلات الجامعة الوطنية للقطاع العدل في المكتب الإقليمي بسلا، والمكتب الجهوي بالرباط، والمكتب الوطني لدعم إخوتنا جمال ومروان منذ انطلاق هذه المحاكمات منذ أكثر من شهرين. المكتب الإقليمي يتابع عن كثب مع عائلاتهم، مع زوجاتهم وأبنائهم، يناصرهم حقوقيا، يناصرهم ماديا، يزورهم في بيوتهم وفي سجنهم. أيها الإخوة والأخوات، إن الاعتقال التحكمي بناء على الظن والشك الذي طال زميلينا يعد من أكبر الخروقات في المحاكمات العادلة. كما تعلمون أن الأخوين ديالنا اعتقلوا من طرف المحكمة العسكرية بسبب بسيط وأساسي، وهو الجهل المطبق للمحكمة العسكرية لإجراءات كتابة الضبط في المحاكم العادية. هما كيسحبهم أن هما عندهم 4 ملفات ولا 10
جلسه فيها 300 كتحول للاخ فيها 300. المفروض الا مشينا من النظر ديال المحكمه العسكريه اننا نقسموا الجلسه اجراد الملفات كلها، خصو يبقى شهرين واجراد وثيقه ثم يسلمها الى الموظف لاجراءات. وبعد الاتهام اذا طلب الرئيس الاول او رئيس المحكمه او وكيل اي ملف اجرده انا، ثم بعد ان ياتي من عند وكيل الملك او رئيس المحكمه خصو هو يجرد ويوقع باش يتحمل المسؤوليه، لانه اللي تبين لنا ان الصغار هما اللي كيشوفوا رجليه والكبار ما كيهضروش معاهم للاسف الشديد. للاسف ايها الاخوه دابا الان اللي خدامين في قضاء الاسره المحكمه الابتدائيه، تصوروا معي من يعمل في ارشيف المحكمه قضاء الاسره. من؟ انسان لا علاقه له بكتابه الضبط البتة ولا تربطه اي علاقه بكتابه الضبط، فاذا قدر الله وضع ملف او ملفين في من غيشدو في كتابة الضبط اللي عندها المسؤولية عن الملفات، هذاك غيمشي إلى حال سبيله. ما عرفتش عن هاد الناس كيف عندهم كيسندوا الارشيفات اللي فيها أصول ووثائق أصلية للملفات تسند إلى إنسان لا علاقة له بالمحكمة لا من قريب ولا من بعيد للأسف الشديد. واذهبوا إلى أرسطو إلى أرشيف قضاء الأسرة وسترون بأعينكم ماذا نفعل في قضاء الأسرة والإخوة في أرشيف قضاء الأسرة. ولذلك أيها الإخوة نحن سنقبل على إجراءات ستكون بالضبط هو الوثيقة الذي صاغها المكتب الوطني حفاظا على حريتكم وحفاظا على أبنائكم وأرزاقكم. صاغ لكم ورقة سموها إبراء الذمة وإخلاء المسؤولية. أنا سأقرأ عليكم بصفتي هذا العبد الضعيف الذي يسلم له هذه الورقة. أقول: من محمد الريحاني، رقم تأجيل 10/55/93، مقر العمل محكمة الاستئناف التجارية بفاس، إلى السيد وزير العدل والحريات الديوان الرباط تحت إشراف السلم الإداري. الموضوع إبراء الذمة وإخلاء المسؤولية. تحية وسلام. نظرا لما يتعرض له الموظفون والموظفات بتهديدات وتعسفات أثناء تأدية مهامهم وصلت لحد اعتقالهم تعسفيا من طرف القضاء العسكري بتهمة تبديد الوثائق بناء على ظنون وشكوك تطالهم لوحدهم دون غيرهم، كما هو حال موظفين بشعبة الحفظ بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسلام. ونظرا لما تعرفه المحاكم من غياب وسائل إثبات مسؤولية كل متدخل أثناء رواج الملفات في المحاكم كجرد الوثائق أثناء تداولها بين مختلف المتدخلين بالمحكمة قضاة وموظفين، إضافة إلى غياب شروط الحفظ الملائمة، مما يجعل المسؤوليات غير محددة يكون ضحيتها أي موظف وموظفة بكتابة الضبط وهي التي أنتمي إليها. فإنني أكاتبكم السيد وزير بصفتكم مسؤولا عن قطاع العدل والحريات قصد إبراء ذمتي وإخلاء مسؤوليتي من كل ما يمكن أن يترتب عن مظاهر الخلل المذكورة ما دام لا تتوفر لدي أدنى شروط الحماية ضد الإهانة والتعسف والاعتقال الذي يهددني في أي وقت وحين. وتقبلوا تحياتي. الإمضاء يا مسؤول هادشي ماشي معقول.
الوطني مع المناظرين سيعكف على تفعيل مقترح مبدأ لتداول وجرد الملفات بين الموظفين في المحكمة. خصنا لابد نبين لهم بأنه إلا بغاو يديروا الجرد اللي كتديروا المحكمة العسكرية واعتقلنا اللي عليه الموظفين، خصهم أضعاف مضاعفة من الموظفين مكلفين فقط بالجرد دون لا غير، بالجرد لا غير. لأنه كما تعلمون أيها الإخوة بعملية بسيطة، منذ أن يسجل الملف لا يمكنه أن يتحرك بسرعة إلا بعد مرور أسابيع، وأنتم تعلمون أن سرعة القضاء مطلوبة إلى غير ذلك. ولذلك أيها الإخوة والأخوات هذا المقترح زي الإخوة يفكروا فيه، نقترحوا على المجلس الوطني لإعطاء اقتراح لكيفية تداول الملفات. ولا يفوتني هنا أن أذكر الإخوة والأخوات أن جميع المكاتب على مستوى المغرب أنهم يقومون الآن بوقفات احتجاجية تزامنية في أغلب المحاكم المملكة. ونقول لكم بأن الشعارات التي سيرفعها إخوانكم في فاتح مال هي أولا الحرية لجمال ومروان مع صورهم، ثانيا الحماية القانونية، ثالثا إصلاح العدالة رهين بإسقاط الفساد. وهذه دعوة للإخوة والأخوات للحضور لفتح ماي لكي نؤكد في مسيرة فتح ماي، نؤكد من جديد عن الحرية لجمال ومروان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى